بزاف منكم غتكونوا سمعتوا هاد الايامات على المجزره اللي وقعات في تركيا ومشاو فيها جوج ضحايا بنات وتقتلوا بابشع طريقه. هاد القضيه هزت الراي العام التركي وحتى الوطن العربي. اجي نعاود لكم التفاصيل كامله. هاد القضيه وقعت في تركيا وبالضبط في اسطنبول، وهاد الشاب اللي كتشوفوا في الصوره سميتو سميح جيليك وفي عمره 19 عام. ونهار الجمعه 4 اكتوبر 2024 صفاها لجوج بنات. الأولى كان سميتها عائشة نور خليل، والبنت الثانية سميتها إقبال أوزنور، وبجوج بهم عندهم 19 عام. سامح ونور وإقبال كانوا صحاب وكيقراو في مدرسة وحدة. دابا غنتعرفوا على إقبال كتعيش في وسط واحد الأسرة صغيرة كتكون من الأم والأب وأخ صغير، وإقبال هي البنت الكبيرة في هاد الأسرة. إقبال كانت بحال أي بنت، عزيزة عليها الحياة، كيعجبها تخرج تضحك، كانت بنت اجتماعية، وكانت دائما كتبارطاجي تصورها مع الأسرة ديالها على حسابها في الفيسبوك. المهم كانت بنت اللي عايشة مرتاحة مع والديها. إقبال كان عندها بزاف ديال الأصدقاء، منهم ولاد وبنات اللي كانوا كيقراو معاها في المدرسة. ومن هاد الأصدقاء كانت عندها علاقة مع سميح، كما كنقولوا بالدارجة كانوا مصاحبين. أما نور كانت غير الصديقة ديالهم وصافي. دابا نتعرفوا على سميح، وحتى هو عايش في وسط واحد الأسرة، الأم والأب، وعنده خوه كتر منه كيقرا في الجامعة خارج المدينة اللي كانوا كيعيشوا فيها. سميح كان ولد عادي متدين، كيصلي الفرائض ديالو وكل شيء غادي هو هذاك، حتى دار 16 عام وبالضبط في الجائحة ديال كورونا. وكيف ما كتعرفوا في هذيك الوقيته كان الحجر. سميح كان دائما كيجلس في البيت ديالو بوحديته، واغلب الاوقات ديالو كيدوزها على البيسي. ومع الوقت سميح بدا كيتبدل، ولا عدواني، ولا كيشكك في القرآن، ودائما كيسول باه شي اسئله على الدين ماشي هما هادوك. تيقول لباه علاش حنا عايشين في هاد الحياه الا كنا غنوليو نموتو، وشي اسئله غريبه، وباه ما كانش كيعرف يرد عليه. سميح ولا منطوي على راسو، ولا عنده شي افكار سوداويه، والمشكله ولا كيأثر حتى على اقبال اللي كانت معاه في علاقه. وقبل ما توقع هاد الجريمه بعامين سميح بدا كيقنع اقبال انهم ينهيو حياتهم بجوج بيهم. وطبعا العائله ديال اقبال حسوا بان بنتهم تبدلات، من بنت اللي كانت عامره بالحيويه والنشاط، البنت ولات ساده غير على راسها ودائما مكتئبه. الام ديال اقبال ما عجباتهاش الحاله اللي فيها بنتها، وبقات تابعاها وكتسول صحاباتها وكتقلب ليها في تليفونها باش تعرف شنو وقع لبنتها. وعرفات ان بنتها في علاقه مع واحد الولد سميتو سميح. فاش بدات كتسول عليه لقات عنده سمعه قبيحه وكل شيء كيتشكى من التصرفات ديالو. الوالدين ديال اقبال خافوا على بنتهم ومشاو عند الوالدين ديال سميح وتبراو منهم، وقالوا لهم قولوا لولدكم يبعدنا من بنتنا. الوالدين ديال سميح جاتهم هاد التبريه عاديه، حيت دائما كيدير لهم المشاكل مع الناس، وحتى الاساتذه ديالو كانوا كيتشكاو منه. ولكن سميح ما بغاش يبعد من اقبال، كان دائما لاصق فيها، وفاش كتكون في الدار كيبقى يبرزطها بالصوني بحال اللي ولا مهووس بيها. العائله ديال اقبال باش تهنى من هذا المشكل خرجوا بنتهم من المدرسه ولات كتقرا غير في الدار، وهذا الشيء كامل باش يتهنوا من هاد سميح وما يبقاش يتلاقى معاها. وطبعا هاد الشيء سميح ما عجبوش الحال، يتفارق مع اقبال وبدا كيدخل في واحد حاله اكتئاب. وباش يخرج من هذه الحاله مشى دار علاقه مع البنت اللي ذكرناها في الاول اللي سميتها عائشه نور. وهذا الشيء كامل زعما غير باش يفقس اقبال انه ارتبط مع صاحبتها، ولكن حتى شي واحد ما داها فيه. اللي مهم عند عائله اقبال انهم غير يبعد لهم بنتهم، وهذيك حياته يدير فيها اللي بغى، المهم يعطيهم اتساع. ومن بعد ما داز عام على هاد الشيء وتهنوا من سميح وما بقاش كيبرزطهم، حتى اقبال ولات كتولي حياتها الطبيعيه كيف ما كانت في الاول. ولكن للاسف نهار ديال الجمعه 4 اكتوبر 2024 غنكتشفوا بان سميح باقي على علاقه مع اقبال. وفي هذا النهار سميح صون على اقبال وقال لها بغيت نتلاقاك، ودار معاها في واحد البلاصه تيقولوا لها الفاتح فوق واحد السور كما غتشوفوا معايا دابا في الصوره. اقبال مشات لعندو البلاصه فين قال ليها، وهذا الشيء كامل كان موثق بكاميرات المراقبه وهي غاديه لعندو بخاطرها. وكما وصلت لعندو بدا كيطعن فيها وفصلها بحال شي حولي، وحط الاجزاء ديالها فوق واحد السور. من بعد خدا التليفون ديالو وصون على الام ديالها وقال لها بنتك ترقد بسلام، مشات عند الله، ولا بغيتي تجي تشوفيها اجي. الام غير سمعت هاد الهضره عرفت ان بنتها وقعت ليها شي حاجه، وجات كتجري للبلاصه فين قال ليها،
وفاش وصلت سميح رمى الراس في وسط الشارع. الام مسكينه جاتها هستيريا وبدات كتغوت باعلى صوت. الناس كلهم تجمعوا في الشارع وفي البلاصه كيتصلوا بالشرطه. وقبل ما يجيو الشرطه سميح كان داير واحد الحبل باش حتى هو ينهي حياته، ولكن الخطه ديالو ما نجحاتش وهداك الحبل ما شدلوش مزيان وطاح في الارض. جات لومبيلوس هزاتو وفاش كانوا غاديين به المستشفى مات ليهم في الطريق. الشرطه غيفتحوا تحقيق في هذه القضيه وغيمشيو للدار ديال سميح وغيكتشفوا ان كاينه الجثه ديال البنت وحتى هي مفصله بحال الطريقه ديال الاقبال. فشنو اللي وقع؟ سميح والديه ما كانوش في الدار، كانوا مسافرين. جا هو اتصل بعائشه نور وقال لها اجي عندي للدار، انا جالس غير بوحدي وقنطان، وبدا كيقنعها بهذيك الهضره ديالو حتى جات لعندو ومباشره صفاها ليها وخلاها تماك ومشى عند اقبال كمل بيها. يعني ما بين نور واقبال غير نص ساعه، وهادشي كامل اللي وقع الشرطه غادي يعرفوا تفاصيل خطيره على سميح. فاش دخلوا للبيت ديال سميح لاحظوا شي رسومات معلقين على الحيط ما مفهومينش، خداوهم معاهم باش يعرضوهم على اخصائيين وخداو معاهم حتى البيسي ديالو. وفي البيسي غادي يلقاو واحد الفيديو كيوجه فيه واحد الرساله لاقبال وتيقول ليها فيها انا عمرني ما نسيتك، ودائما فاش كنتي كتخرجي مع والديك كنت كنتبعك، وفاش كنتي كتعيشي حياتك اليوميه عاديه انا راه كنت كنجلس من تحت داركم لساعات طويله، ولكن ما تخافيش انا قررت غنديك معايا باش تكوني معايا في الاخره وتماك غنعيشوا بسلام. وهذا الفيديو كان دايرو قبل بشي عام وهو كيخطط لهذا الشيء اللي دار، وحتى الرسومات اللي لقاوها في بيته كيبينوا على انه كان مريض نفسي، حيت كان كيرسم اجسام بلا راس بلا يدين بلا عينين، يعني الجسم منفصل بحال ديك الشيء اللي دار لنور واقبال. فاش هضروا مع الاب ديالو قال لهم بانه كان مدمن مخدرات وبانه فايت حاول انه ينتحر ودخلوه للسبيطار ديال الامراض العقليه ماشي مره ماشي جوج باش يتعالج. دابا غتقولوا مع راسكم علاش اقبال مشات تلاقى بيه وهي كانت قاطعه علاقتها معاه. هادشي غيعرفوه من الرسائل اللي كان على التليفون ديال اقبال. سميح كان كيهددها باش يتصاور وتيقول ليها الا ما جيتيش غنشرهم، وهي مسكينه مشات لعندو غير باش تهضر معاه وتفاهم معاه، وما كانش عارفه بان هذاك اخر نهار عندها. دابا الغريب في الامر علاش قتل عائشه نور، شنو دارت ليه؟ نقولوا اقبال كان كيبغيها ومريض بيها. الام ديال نور في هذاك النهار بقات كتقلب على بنتها وسردات ميساج في الحساب ديال بنتها لصحاباتها كاملين وكتقول لهم واش شفتوا نور، واش هضرت معاكم، واش عارفينها فين كاينه، الله يسمح لنا من الوالدين. يعلم الله كيفاش بقات حالتها من الصدمه. الرأي ديالي في هذه القضية حتى الوالدين ديال سميح فيهم الحق، حيت فاش شافوا ولدهم دائما سد عليه الباب وما كيخرجش من بيته، وفيما كانت الام ديالو كتفتح عليه الباب كيسد دغيا البيسي، تماك خاصها تعرف بان ولدها كيدير شي حاجه ماشي هي هذيك، خصوصا ان تصرفاته تبدلوا. وبزاف منكم كيعرفوا بان هذا العالم الافتراضي تيكونوا فيه برامج او لا العاب كيأثروا على المراهقين في الدماغ ديالهم وكيخليوهم ينتحروا، والالعاب اللي تيكون فيهم تحديات خطيره كتسالي بالموت. لهذا خاص الوالدين يراقبوا ولادهم ويعرفوا فاش كيتفرجوا وما يخليهمش نهار كامل جالسين على البيسي. البنات بجوج بيهم الله يرحمهم ويصبر والديهم. اما سميح فرح حتى شي واحد ما جا الكنازه ديالو حيت ما داروهاش، خافوا الى الناس تهجم عليهم. الكنازه ديالو كان فيها غير والديه وكان داير بهم الامن حيت خافوا الى شي حد يهجم عليهم. كنتمنى تخليو لي الراي ديالكم في هذه القضيه وتاخذوا منها عبره والانسان يعرف راسو مع من كيتعامل. القضيه ديال اليوم هنا سالات ونتلاقاو ان شاء الله في قضيه جديده. مع السلامه.